القصة ديال اليوم غتاخدنا لفرنسا مع واحد الراجل اللي نقدروا نقولوا عليه عملة نادرة. راجل اللي مهموش انه يبكي قدام الملايين من الناس باش يبين حبه لمرته اللي اختفت في ظروف غامضة وحتى واحد ما عرفها فين مشات. قصتنا غنبداها في واحد المدينة سميتها غري في فرنسا مع واحد الشاب سميتو جوناثان دافال في العمر ديالو 34 عام. تلقى جوناثان من أسرة متوسطة، عنده 5 ديال الخوت. كان عايش مع رجل الأم ديالو من بعد ما طلقوا والديه، مع أليكسيا اللي العمر ديالها 29 عام. عندها أخت وحدة سميتها ستيفاني، والعائلة ديالها كانت مرتاحة ماديا. كان بيناتهم واحد الحب كبير، تزوجوا في 2015 من بعد واحد العلاقة اللي كانت أكثر من 12 عام. تزوجوا وعاشوا في دار جداها اللي شراوها وصلحوها. من بعد عامين على الزواج، واحد النهار من سنة 2017 خوت أليكسيا جات من باريس وقرروا أنهم يتجمعوا عند دار والديها. دازت العشية زوينة وكل شي ضحك. جوناثان جا معطل، ولكن جاو دازت سهرة زوينة. في الغد مع 9:15 جا ميساج من أليكسيا لخوتها ستيفاني، قالت ليها أنها غتخرج تجري شوية، وإلا بقى ليها الوقت غترقها باش تشوفها. هنا استغربت ستيفاني، حيت ماشي من عوايد أليكسيا باش تخرج تجري، خاصة أن عندها واحد طابي غولو في الدار. مع 59 دقيقة دازت جوناثان لدار مو باش يفطر معها، وقال لها بلا أليكسيا خرجت باش تجري ومازال ما رجعتش، وهو تشوش عليها. مع 10:49 دقيقة خرج من عند الأم ديالو وداز عند نسيبو مع 11:10 دقائق في المحل ديالو اللي هو كان بار خاص بيع الخمور والرهانات. المهم قال نسيبو بلا أليكسيا خرجت ومازال ما رجعتش. الاب ديال أليكسيا قال لي يمكن دازت لشي بلاصه عاد غتمشي للدار. جوناثان من بعدها مشى لدار نسابو. فاش حلت عليه نسيبتو لقاتو كيبكي وقال لها بلا بنتها خرجت ومازال ما رجعتش. رجع ستيفاني قال لي يلا نقلبوا عليها. ركبوا في الطوموبيل وبقاو كيقلبوا، وصلوا حتى لنواحي ديال المدينه والو. سولوا عند كل شيء، ما خلاو لا صحاب لا معارف. مع 12:30 دقيقه مشاو عند الجدارميه باش يديروا ديكلاغاسيون، وعلى غير العاده بما ان أليكسيا فايت 30 عام الا انهم غيبداو يقلبوا عليها من بعد نهار. كلشي كيقلب عليها، وهاد القضيه بانت حتى في التلفازه. الناس ديال البلده داروا مسيرات بيضاء ووزعوا المناشير. دازت يومين والبلده كامله ما خلات حتى قلبات فيه على أليكسيا. في النهار الثالث جدارميه عيطوا على والديها وقالوا لهم انهم لقاو واحد الجثه النص ديالها محروق. من بعد التشريح تاكدوا ان هاد الجثه فعلا ديال أليكسيا، واللي جا في تقرير الطب الشرعي انها ماتت مخنوقه وفيها علامات ديال الضرب في بلايص كثيره في الجسد ديالها. البلده كلها تاثرت بالموت ديال أليكسيا، وكان الشك عند والديها ان شي متشرد ولا شي سكيري هو اللي دار فيها هادشي. مئات الناس حضروا لجنازتها، وكان جوناثان راجلها اولهم اللي ما سكتش من البكاء. الحاجه اللي غتاثر في كل شيء من غير الموت ديال أليكسيا، ولكن الصدمه والحزن الكبير اللي كان فيهم جوناثان. هنا زاد التحقيقات والبحث ديال المحققين، لان القضيه ولات ديال الراي العام، خاصهم يلقاو لها حل. من بعد 3 شهور والقضيه ساكته، المحققين ما استدعوا حتى واحد، لا عائلتها لا رجلها، ولكن كانوا خدامين في السر. جوناثان في هذا الوقت وإلا تلاقى مع شي حد كيبقى يسول ومازال كيقلب على شكون اللي قتل ليه مرته. جاو 2 ديال الجدارميه لدار والدين أليكسيا وعلموها انهم شدوا المجرم اللي قتل لهم بنتهم. ملي سولوهم شكون هو قالوا لهم جوناثان. والدين أليكسيا عيطوا على المحامي من بعد ما عرفوا انه جوناثان مشدود، وهم متاكدين ان البوليس غلطين في حق راجل بنتهم. المحامي فاش شاف البوليس عندهم قرار التفتيش لدار جوناثان تاكد انه جوناثان مشى فيها، وانه البوليس عندهم دلائل مهمه باش يشكوا فيه. امتى بدا شك المحققين في جوناثان؟ بدا الشك ديالهم في الوقيته اللي غبرت فيه أليكسيا، وبدا جوناثان كيبين التاثر ديالو. والمحققين عطاو الفيديوهات اللي تصور فيهم جوناثان سواء في المسيرات اللي داروا ولا في اللقاءات الصحفيه وحتى في الجنازه. وهنا قدموا هاد الفيديوهات الناس اختصاصيين باش يقراو حركات جوناثان والتصرفات، واللي اكتشفوا فيهم انه جوناثان غير كيمثل. بداو البحث ديالهم مع التليفون
ديال جوناثان، واكتشفوا فيه انه ملي كيكون هادر مع شي حد كيهضر عادي، ولكن ملي كيهضر مع عائلة أليكسيا كيبدل الصوت ديالو وكيولي فيه واحد النبرة ديال الحزن. وحتى لدابا مازال ما كاين حتى حاجة مادية ملموسة تقدر دين جوناثان. بداو المحققين كيسولوا واش شي واحد شاف أليكسيا ملي خرجت تجري داك الصباح، واللي بين حتى واحد ما شاف هذاك الصباح. الحاجة الوحيدة اللي قالت عليها ستيفاني هو ميساج خوتها، ولكن ممكن يكون جوناثان اللي رسلو ماشي أليكسيا. سولوا البوليس الجيران ديالهم، واكد ليهم واحد الجار انه سمع الطوموبيله ديال جوناثان ديمارات مع 1:30 ديال الليل تقريبا. وملي طل شاف جوناثان داخل طوموبيلته للكراج، وكان متاكد لان جوناثان فاش ديمار الطوموبيل ضرب واحد البلاكه كانت في الشارع وتسمعات الخبطه، وهذا خلاه يخرج ويطل من الشرجم. هاد الهضره خلات البوليس يقلبوا على الطوموبيل وتاكدوا انه طوموبيل جوناثان فيها GPS، والطوموبيله فعلا تحركت في نفس الوقت اللي قال عليها الجار. هذه هي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ان الطوموبيل كانت قريبه للبلاصه اللي تلقات فيها أليكسيا مقتوله، ولقاو فيها نفس اثار البنوات اللي كيشبهوا الاثار البنوات ديال طوموبيل جوناثان. الدليل الاخر اللي لقاوه البوليس هو ان أليكسيا كانت مغطيه بواحد الثوب. هاد الثوب قديم، ملي سولوا والديها لقاو انه هاد الثوب كان عند جدها في دارها. المحققين شدوا جوناثان بتهمه القتل. المحامين ديالو من بعد الدلائل اللي لقاو البوليس نصحوه باش يعترف ويقول الحقيقه، وفعلا جوناثان قال بلا خنق أليكسيا ولكن ما كانش قاصد. قال انه كان جوناثان كيحس دائما بالاحتقار من جهه الزوجه ديالته، وانها كانت كتضربه، وهذا الشيء اللي خلاه يقتلها. المحامين ديالو اكدوا انه جوناثان كان انسان ضعيف من حيث النفسيه ديالته، وكان دائما منغلق على راسه، وانه ماشي مجرم ولكن صبر بزاف التصرفات ديال مرته، وهذا اللي خلاه يقتلها. ولكن هذه هضره ديال محامي الدفاع ديالو، واللي ربما قصد منها فقط باش يتخفف الحكم عليه. ندوزو لواحد التفصيله صغيره. جوناثان وأليكسيا من بعد مده ديال الزواج قرروا باش يولدوا، ولكن أليكسيا كانت كتحاول بكل طاقتها. خوتها ستيفاني كانت غالبا هي اللي كانت كتمشي معاه للتحاليل الطبيه، ومره سولت على جوناثان وقالت لها انها احست انه ما مسوقش للحماله، ولكن أليكسيا قالت لها لا راه غير مشغول. حاجه اخرى قالها جوناثان ان أليكسيا كانت كتعصب لدرجه انها كتضرب وتغوت، ومن بعد كتفقد الوعي. من بعد ما كتفيق ما كتبقى عاقله على والو. هادشي حتى واحد من عائلتها ما لاحظوا، ما عدا الهضره ديال جوناثان فقط. هادشي كيخلينا نشكو واش جوناثان كان كيعطي ليها شي حاجه تشربها. ملي دار تشريح طبي للجثه ديالها لقاو فيها بزاف ديال الدوايات اللي هي خطيره، واحد منهم ممنوع في فرنسا. الا فكرنا مزيان غنقولوا ما يمكنش تشربهم بارادتها لانها بغات تولد، واكيد هاد الادويه ما غيكونوش صالحين لحالتها، اذا غالبا كانت كتشربهم بلا ما تعرف، وهذا غيأكد ان جوناثان هو اللي قتلها. من بعد مده جوناثان غير الاقوال ديالو وقال لهم انه عائله أليكسيا هما اللي قتلوها. العائله دارت مواجهه مع جوناثان وبقى مصر على هضرته حتى جا دور الام ديالها اللي وراتو صوره المشه اللي كانت عندهم في الدار، وقالت ليه ان هاد المشه اكيد توحشات أليكسيا. هنا جوناثان بقى كيبكي واعتذر ليها وقال انه هو اللي قتل أليكسيا. نزيدكم حاجه اخرى. جوناثان كان خدام في واحد الشركه خاصه بالطوموبيلات، وكان عنده دبلوم ديال الالكترونيات، الكترونيك السيارات. فكيفاش واحد عنده دبلوم ديال الصناعه الالكترونيه ديال السيارات ما كانش غيعرف ان طوموبيل اللي عاطياها ليه الشركه اللي خدام فيها ما فيهاش او ما غيكونش فيها GPS؟ جوناثان قال انه ما قصدش يخنقها، ولكن التشريح بين انه الخنق بقى مده 4 دقائق عاد ماتت. بالنسبه للحرق قال انه هو ما حرقهاش وبقى مصر على هاد الهضره. في شحال من تحقيق حتى لواحد المره عاد قال بلا حرقها مره واحده. تحكم على جوناثان دافال ب 26 عام ديال الحبس، ممكن يدوز منها 18 عام ويطلب الافراج المشروط. القضيه ديال أليكسيا كتبان واضحه، ولكن كاين بزاف ديال الحوايج الغامضين فيها.
كيفاش ما عرفش انه الطوموبيله ديالته فيها GPS، وكيفاش واحد قتل وحرق الزوجه ديالته اللي تعرفها مده، وشاف صوره ديال المشة وبدا كيبكي. وعلاش لصقها في عائلتها؟ يمكن غير كذاب، ويمكن بغى يحيد التهمه عليه، ويمكن جوناثان بغى يدرج التهمه على شي حد اخر.